تحفة كوباية الشاي. أهلا بحضراتكم في تاني حلقة من برنامج رحلة بين السطور مع رائد الأفكار، حيث الكتاب وكوباية الشاي. طبعا احنا بنتكلم عن كتاب قواعد الحياة لريتشارد تيمبلر. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن القاعدة الأولى، النهاردة هنتكلم عن القاعدة التانية، ولو في معانا وقت هنشوف القاعدة التالتة كمان. يلا بينا نبدأ. طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا بنقعد بنتكلم مع بعض، بندردش كأننا قاعدين على القهوة، مش بقول كلام إنشا ولا بتكلم بقى إيه لغة عربية فصحى ولا بقى كلام معقد وكلام من ده. لا، إحنا إيه عادي كأننا أصحاب قاعدين مع بعض وإيه وهنقرأ الكتاب يعني. تمام. وزي ما قلت لكم إن أنا كمان بقرأه معاكم، زي إيه كأنكم أنتوا بتقرأوه لأول مرة يعني. طبعا القلم بتاعنا الجميل. بص بقى، القاعدة التانية بتقول: سوف يتقدم بك العمر ولكنك لن تصبح بالضرورة أكثر حكمة. كلام جامد جدا بصراحة. تعالوا نشوف هو بيقول إيه. بيقول لك هناك افتراض بأنه كلما تقدم بينا العمر أصبحنا أكتر حكمة. في افتراض عند الناس أن أنت كل ما تكبر في السن كل ما تبقى حكيم أكتر، لأن أنت بتمر بتجارب وبتاخد خبرات. تمام. ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة. بيقول لك أن ده مش بالضرورة أنه يكون صح. يعني القاعدة مثلا هنا عايز يقول لك ان القاعدة هنا مش عامة، لان اللي انا فهمته كده ان في ناس بتكبر في السن وما بتبقاش اكتر حكمة. مش كل شخص كبر في السن بقى حكيم. تمام. بيقول بقى هنا القانون هو اننا ممكن نفضل زي ما احنا نظل. يعني هو بص بيقول القانون هنا هو اننا قد نبقى كما نحن، قد نظل نقترف اخطاء، ولكننا فقط سوف نقترف اخطاء جديده. يعني ممكن ان احنا نكبر في العمر ويعدي بينا العمر ونفضل نعمل اخطاء، ولكن هنعمل اخطاء جديده. يعني نفضل بنعمل نفس الاخطاء، ولكن لما بنكبر في السن بقى، يعني عارف انت اللي هو انت مثلا متعمد او مثلا متعود انك بتعمل اخطاء معينه. حلو. فالطبيعي ان الانسان كل ما بيكبر في السن مثلا بيتعلم من اخطائه فبيبقى حكيم. فقال لك ده مش شرط. في ناس بتكبر في السن وبتفضل تعمل نفس الاخطاء، ولكن في حاجه جديده بتضاف ليهم، وهي انه لما بيكبر في السن مش بس بيعمل نفس الاخطاء، لا بيبقى في بقى اخطاء جديده. عارف انت اللي هو ايه بقى، انا كبرت بقى دلوقتي، فبدل ما كنت بعمل الغلط ده لا هعمل غلط تاني بقى، حاجات ايه جديده. تمام. أخطاء مختلفة. تمام. هذا كل ما في الأمر. هنتعلم من التجارب وقد لا نقدم على الأخطاء نفسها ثانية، ولكننا سوف نقترف أخطاء جديدة تماما، والتي سوف تكون في انتظارنا لكي تسقطنا في شراكها. ولكن السر هو قبول ذلك وعدم محاسبة نفسك وتبويخها عندما تسقط فريسة أخطاء جديدة. إن القانون في واقع الأمر هو: كن مترفقا بنفسك عندما تسقط في مثل هذه الأخطاء. كن متسامح ومتقبلا أن هذا يمثل جزء من التقدم في العمر اللي لازم يحصل علشان تكتسب الحكمة. طيب، هنا هو عايز يقول لك حاجة بسيطة جدا. هو عايز يقول لك هون على نفسك. يعني ايه هون على نفسك؟ يعني عايز يقول لك ان انت مثلا ما تحاسبش نفسك وتوبخها لما تلاقي نفسك كبرت في السن وعملت اخطاء جديدة. ما تقولش قدام نفسك كده اللي هو ايه انا المفروض ما كنتش اعمل الاخطاء دي، انا كبرت في السن وبقيت ناضج والمفروض عندي حكمة وعندي معرفة، فانا ازاي اغلط غلطة زي دي؟ فقال لك دي حاجة طبيعية اهو. بص اهو لما تقع في اخطاء جديدة، لكن هو بيتكلم في حاجة هنا ان هو ايه، عادي انت ممكن تكبر في السن ولكن بتعمل بعض الاخطاء المعينة. حلو. فبيقول لك اللي هو ايه المفروض ان انت تتعلم منها، بس بيقول لك هنا ان انت لما تكبر في السن وتلاقي نفسك عملت اخطاء جديدة ما عملتهاش قبل كده، اتقبل دوت وعديها، واعرف ان ده جزء من التقدم وجزء من انك تكتسب الحكمة، انك هتغلط. فده هيخليك تكتسب حكمة جديدة وحكمة اكبر من اللي انت كنت عارفها قبل كده. تمام. اهو كن متسامحا ومتقبلا ان هذا يمثل جزءا من التقدم في العمر اللي لازم يكون ملازم ليك لاكتساب الحكمة. بيقول لك بالنظر الى الماضي قد تكون عندنا القدرة على رؤية الاخطاء اللي وقعنا فيها، ولكن مع ده
ما بنملكش القدرة على رؤية الأخطاء اللي ما زالت في انتظارنا، لأن الحكمة لا تعني عدم اقتراف الأخطاء. ركز بقى هنا في الجملة العظيمة دي. الحكمة مش معناها إنك ما تغلطش، لا، وإنما تعلم كيفية الإفلات منها بكرامتنا وسلامتنا العقلية. كلام هنا جامد قوي قوي يا جماعة، بجد والله. بص، بيقول لك يا سيدي ان انت ما تحطش في دماغك قانون او ترسخ قانون ان هو انا كل ما بكبر في السن بكون حكيم اكتر وما هعمل اخطاء اقل ومش هعمل اخطاء او مش هعمل اخطاء. حلو، شيل الحتة دي من دماغك. فقال لك هنا اهو، الحكمة مش معناها عدم اقتراف الاخطاء، ولكن الحكمة ان لما يجيلك الخطأ او تقع في مشكلة او غلطة تعدي منها بسرعة وتفلت منها وانت سليم عقليا وايه وبكرامتنا. بص بيقول لك انما تعلم اهو، هنا بقى دي الحكمة. الحكمة في التعامل مع الاخطاء اللي انت هتتعرض ليها. يبقى هنا الحكمة مش انك ما تعملش غلط او ما تقعش في غلط، لا، الحكمة هو انت هتتعامل مع الغلط ده ازاي. الغلط ده لما جه انا ازاي، او المشكلة اللي واجهتني ديت ازاي اعدي منها بسرعة وايه وبكرامتي وفي نفس الوقت وعقلي سليم، يعني ما يحصليش مشكلة زي مثلا الاكتئاب مثلا او اليأس او الاحباط او ايا كان من كل الحاجات دي كلها. دي كده اللي هو السلامة العقلية. وبكرامتنا يعني ايه؟ يعني ما تهنش نفسك، ما تهنش نفسك. انت، هو بيكلمك انت، بيكلمك انت، تمام؟ فانت قدام نفسك لما تقع في غلط ما تشوفش ان انت بني ادم وحش خالص، او ان انت المفروض انك كبرت في السن فازاي تعمل غلط زي ده. لكن الحكمة علشان انت كبرت في السن وعديت باخطاء واتعلمت منها، فالحكمة هنا انك بقى الاخطاء الجديدة اللي انت ما كنتش تعرفها انك هتقع فيها، لما تيجي تقع في خطأ منهم تعدي منه بسلامة، يعني كرامتك تكون سليمة وفي نفس الوقت عقلك يكون سليم. اللي بيقول لك لما كنا صغيرين هيبدو ان التقدم في العمر شيء بيحدث لكبار السن. يعني احنا لما كنا صغيرين، بس اخد كوبايه شاي قبل ما نكمل عشان الشاي بيبرد بس. بصراحه بصوا ابتدت تبرد لان احنا في الشتاء والجو ساقعه، بس كوبايه شاي تحفه طبعا، عاملها بنفسي. بص بقى يا سيدي، بيقول لك لما كنا صغيرين كان بيبان لنا ان التقدم في العمر ده حاجه بتحصل للناس اللي هم كبار السن، ولكن شيء يحدث لنا نحن ايضا. بيقولوا ولكنه شيء يعني ايه؟ يبقى لما كنا صغيرين كنا بنفكر ان التقدم في العمر دوت هو بيحصل للناس الكبيره في السن اللي هو خلاص تمام، ولكن قال لك ده بيحصل لنا احنا كمان. يعني احنا كصغيرين احنا بنتقدم في السن احنا كمان، تمام؟ ومفيش قدامنا خيار غير ان احنا نستسلم وننخرط في الواقع ونعيش في الواقع مهما كان اللي احنا بنعمله ومهما كانت حقيقتنا وشخصيتنا. فالحقيقة هي إنه هيتقدم بينا العمر، كما أن كل مظاهر التقدم في العمر سوف تبدو أكثر سرعة كلما تقدمنا في العمر. يعني كل ما بتكبر، تمام، بتكبر أسرع. يعني إيه عايز يقولك؟ اللي هو يعني مثلا من وانت طفل صغير مثلا فانت بتكبر في العمر، بس ايه، ما بتحسش بالفروقات قوي. لكن كل ما بتكبر تخش المرحلة تانية، فالمرحلة اللي بعديها بتبقى اسرع، تحس ان انت كبرت اكتر بسرعة. فاهم قصدي؟ وهكذا. يعني مثلا لو انت عندك 5 سنين مثلا، فلما يبقى عندك 10 سنين هنا هتحس ان انت كبرت، وبعدين لما يبقى عندك 15 سنة هتحس انت ايه ده كبرت بسرعة، لما يبقى عندك 20 سنة تحس ايه ده كبرت بسرعة. اللي هو فاهم، هتحس الموضوع اسرع يعني. تمام. بيقول لك ممكن انك تبص للامر بهذه الطريقه: كلما تقدمت في العمر زادت جوانب خبرتك ومن ثم تراجعت اخطائك. يعني كل ما بتزيد في العمر المفروض ان خبرتك بتزيد والاخطاء بتاعتك بتقل. هيكون هناك دايما جوانب جديده في الحياه ما عندناش فيها ارشادات. يعني هيظهر لك حاجات جديده لما انت تكبر في السن، انت مفيش حاجه توجهك ليها او انت مش عارف تتعامل معاها ازاي، وده حاجة طبيعية يعني. تمام.
بص بقى يا سيدي، وايه كمان بيقول لك ونسيء خلالها التعامل مع الاشياء، يعني وقتها كمان ممكن تتعامل بشكل سيء مع الحاجات الجديده اللي انت بتتعرض لها دي، ونبالغ كمان في ردة الفعل، وكمان نسيء الفهم. وكلما ازدادت مرونتنا زاد لدينا حب المغامره واحتواء الحياه، ومن ثم الرغبه في سير اغوار جديده واقتراف اخطاء بالطبع. كلام هنا مهم جدا. بس معلش عشان كوبايه الشاي ايه بتبرد، خلينا ايه زي كأنه فاصل كده. اتفضلوا. صحيح انا بشرب بالنيابه عنكم يعني. بصوا يا جماعه دلوقتي هو عايز يقول هنا انك بلاش تجلد ذاتك وبلاش تحمل نفسك فوق طاقتها. يعني انت دلوقتي شخص مثلا عندك 20 سنه، حلو، فانت وانت عندك 20 سنه عملت اخطاء معينه، تمام، وقعت في اخطاء معينه واتعلمت منها. لما كبرت وبقى عندك 25 سنه، فمفروض انت بتبص لنفسك ان انا وصلت ل 25 سنه، بقيت شخص كبير، عندي حكمه، عندي خبرات. فانت بتبقى منتظر من نفسك انك مش هتقع في اخطاء جديده. بتقول لا انا خلاص انا اتعلمت من اللي فات وبتاع وايه، وخلاص اللي جاي ده هيبقى تمام. فقال لك لا، هتقع في اخطاء جديده، تمام. ومش بس كده، الاخطاء الجديده دي كمان ممكن انك تبالغ في رد الفعل تجاهها، وممكن كمان تسيء فهم حاجات معينه لان الحاجات دي ما عدتش عليك قبل كده، انت ما عندكش كتيب ارشادات يقول لك تعمل ايه فيها. فقال لك ان ده طبيعي وتقبل الامر ده، تمام. ولكن كل ما تزداد المرونه بتاعتك، تمام، مع التعامل مع الاخطاء دي وردود الافعال السيئه دي وسوء الفهم دي، عندك مرونه انك ايه متقبل الموضوع وتمام. اللي هو انا هتعلم ايه؟ ايوه، المشكله اللي قابلتني او الغلط اللي انا وقعت فيه ده، هو انا المفروض اتعلم منه ايه؟ او ايه الدرس اللي هو جاي يعلمه لي؟ فانا اصبح عندي مرونه نفسيه في تقبل ان انا كشخص كبني ادم ممكن اقع في اخطاء جديده، رغم ان انا كبرت في السن ورغم ان انا غلطت غلطات وانا صغير واتعلمت منها، ولكن انا عندي متقبل ده وعندي ومستسلم لان دي طبيعه الحياه. حلو. فلما يكون عندك مرونه في التعامل مع ده، هتحب بقى المغامره. يعني هتقول ايه، عارف، انت هتشوف المشكله اللي قابلتك او الغلط ده كانه مغامره، اللي هو ايه، اول ما تقع في مشكله جديده او غلط جديد اللي هو ايه، ايوه يلا بينا بقى في مغامره جديده اهيت، انا هعمل ايه، هتعامل مع المشكله دي ازاي. فاصبحت انت مش مشكله على قد ما هو تحدي، اللي هو ايوه انا هتعلم منه ايه، وتعالى نشوف الغلط الجديد ده اللي انا وقعت فيه ده انا وقعت فيه ليه وهعمل معاه ايه. وخلاص اتعلمت الدرس وبيعدي، وما بقعدش اقعد الوم نفسي على بقى ان انا وقعت في الخطأ ده، وازاي انا وقعت في الخطأ دوت وانا في السن دوت وما مش عارف ايه وانا كبير والناس هتقول ايه والكلام ده. انسى الكلام ده خالص. فبيقول لك بقى بين المربع او المستطيل بتاعنا دوت، بيقول لك ان الحكمة لا تعني عدم. بص خليني بقى ايه اقولها لكم بنبرة الصوت اللي انتوا بتحبوها، تمام، او اللي انا بحبها. ان الحكمة لا تعني عدم اقتراف الاخطاء، وانما تعلم كيفية الافلات منها بكرامتنا وسلامتنا العقلية. تاني، بس هقولها لكم ببساطة. الحكمة مش معناها انك ما تعملش اخطاء، ولكن انك تتعلم ازاي تفلت منها بكرامتك وسلامتك العقلية. وطالما ننظر إلى الماضي ونرى أوجه قصورنا ونعقد العزم على عدم تكرار هذه الأخطاء، فهذا هو كل ما علينا عمله. النقطة دي مهمة جدا بصراحة، وخليني أوضحها لكم. يعني عايز تعرف انت بقيت حكيم ولا لأ؟ اوعى تفكر ان من الحكمة انك ما تعملش اخطاء، ولكن الحكمة هو انك لما تقع في غلط تعدي منه بكرامتك سليم، يعني كرامتك سليمة، تمام، وعقلك سليم. وبص، طالما انت بتبص على الماضي والاخطاء اللي انت عملتها وانت صغير، وانت بالخبرات القديمة وانت بالنضج القديم وبالحكمة اللي كانت صغيرة وقتها، تمام، وبتشوف اللي انت كنت مقصر فيه وعقدت العزم اللي هو انت ناوي ان ما تكررش ده في المستقبل. يعني الغلط اللي انا وقعت فيه قبل كده ده، انا ناوي لو حصل الموقف ده تاني انا ما كررش الغلطة دي تاني، او مش هعمل الغلطة دي تاني. لو انت عملت ده كده يبقى انت وصلت للحكمة.
وهو ده اللي مطلوب منك، ومش مطلوب منك اكتر من كده بس. يبقى اذا الحكمة هي انك لما تقع في غلط تتعلم. انت خلاص، انت وقعت في اخطاء، فالاخطاء دي خلت عندك حكمة في التعامل مع الاخطاء الجديدة اللي انت داخل عليها. لما كل ما بتكبر في السن بتقابل حاجات. اي قواعد يمكن ان تنطبق عليك سوف تنطبق ايضا على الجميع من حولك. إن الجميع من حولك سوف يتقدمون في السن أيضا، ولكنهم لن يزدادوا حكمة بالضرورة. مش شرط إن كل واحد عدى بأخطاء وكبر في السن إنه يكون وصل للحكمة. وبمجرد إنك تقبل ده فهتكون أكتر تسامح وأكتر ترفقا بالآخرين وبنفسك. ولو أنت قبلت ده وفهمت ده، هيحصل إيه؟ بص بقى، ده هيعود عليك. خلي بالك، علشان هو هنا إحنا بنتكلم عليك أنت. أنت الأساس، مش بيتكلم عن الناس اللي حواليك. أنت لما تفهم ده، إن مش بالضرورة كل شخص كبر في السن. وركز بقى في الحتة الأخيرة دي. بص، ولكن بيقولك الشيء الأفضل هو إنك لو اقترفت الكثير من الأخطاء وتخطيتها وحسمتها في وقت بدري من حياتك، هتزداد مهمتك سهولة بعد كده لما تكبر. وده هو معنى الشباب في واقع الأمر. تمام؟ فبالتالي إنك لما تكون شاب صغير وتعمل أخطاء كبيرة أو أخطاء كتيرة يعني، تمام، ما تجلدش ذاتك أو تحط نفسك في سجن وتحبط وتيأس وتقول لأ وأنا إزاي أعمل كده. لأ، أنت اتعلم الدرس من الخطأ اللي انت وقعت فيه، واعزم النية انك ما تكررش الخطأ دوت تاني في المستقبل. تمام؟ وتعديه وانت عقلك سليم وكرامتك سليمة والدنيا تمام. ولكن عايزك تشوف ان لو انت لقيت نفسك بترتكب اخطاء كتيرة وانت شاب صغير، بص للمستقبل. ان انت مستقبلك لما تكبر في السن الموضوع هيبقى اسهل، لانك هترتكب اخطاء اقل بكتير قوي. انت تخطيت جزء كبير قوي وانت شاب وعملت اخطاء، فاصبحت عندك جزء من الحكمة والتعامل مع الاخطاء وازاي تعديها. وبكده تنتهي تاني حلقة من برنامج رحلة بين السطور مع رائد الافكار. اتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان تتابعوا الحلقات الجديدة. كل يوم بننزل حلقة جديدة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.